بُصّي، ما تحاوليش كتير، عشان أنا خلاص حلفت وقررت إن أنا مش هاخلّيكِ تشتري الحاجات دي من برّه تاني. أصل عيب والله العظيم تبقي متابعاني كده وإن أنتِ تروحي تشتري بقى الزلابية والقطايف والحاجات دي من برّه وربنا أزعل منِّك. ده أنا هاخلّيكِ تعمليها النهارده ولا أجدع حلواني، وهتطلع معاكِ كلّها متساوية وبالحلاوة والجمال دي كلّها، ولا هتقعدي بقى تعملي بإيدِك ولا بأي شيء، ده بس معلقة المعيارية وهتطلّعيها تحفة جدًا، وكل الجمال ده طالع بكوبايتين بس من الدقيق. يالّا يا حلوة كده أنتِ وهي حُطّي لي اللايك الجميل بتاعِك وتعالي ورايا كده وشوفي المقادير. كوبايتين كده من الدقيق، حطيت عليهم كده معلقة من الخميرة، نُص معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة بس من السكر عشان لونها ما تاخدش معاكِ لون كده في الطاسة وتبقى لسه نيّة من جوّه، وحطيت عليهم كده معلقتين لبن بودرة بيدّيها لون حلو أوي وكمان طعم حلو، معلقتين كبار كده هرميين من النشا، وحُطّي لي بقى كده كوباية مَيّة في البداية، وابدئي إن أنتِ اعجني كده بإيدِك، النبي عربي، أنا ما باحبش بصراحة شغل المضرب والحاجات ديّة، أنا باحب كده عشان أعرف قوامها لازم إن أنا أقعد أعملها كده بإيدي. حطيت كده ربع كوباية من المَيّة كمان، فحسيت كده ده الاختبار بتاعها، لمّا عملتها كده كانت بتسيل، يبقى كده لسه محتاجة دقيق، حطيت كمان معلقتين كبار من الدقيق، وبدأت عملتها كده شُفت الاختبار زي ما أنتم شُفتوه كده. باسيبها بقى كده تخمر، شايفين بقى خمرت كده وحلوة جدًا، بس المهم إن إحنا عشان الجو برد حطيها كده في مكان دافي، بدأتِ كده لازم تقلبيها بالشكل ده كده وتطلّعي أي هوا فيها. عندِك كيس بقى مش كيس حلواني، كيس التلاجة اللي إحنا بنخزّن فيه الصلصة والبسلة والحاجات دي، حطيه كده في كوباية وانزلي كده الخليط بتاعِك كده في قلبه، وهاتيه بقى كده وحطي طاسة عميقة كده وفيها شوية زيت، ما تستخسريش الزيت، يعني حُطّي حبة زيت كده محترمين. هافتح كده الكيس وبالمعلقة المعيارية زي ما قُلت لكم أصغر معلقة، يعني أصغر معلقة في المعلقات في المعالق المعيارية، بس لازم بين كل واحدة وواحدة تحطيها كده في الزيت زي ما وريتِك كده، بس طبعًا ما تحطيهاش في الزيت السخن علشان ما تسيحش منِّك، حبة زيت كده حلوين جنبِك. بدأت إن أنا شكِّلت كلّه كده، أول ما بتاخد لون بس خفيف معايا كده باطلّعها، وبابدأ إن أنا أكمّل المجموعة كلّها. بعد ما طلّعتها كده وبردت تمامًا، بارجع بقى أرجّعها كده في الطاسة وبراحتك بقى، حُطّي كمية كبيرة عشان لو أنتِ حطيتِ كمية قليلة بتلاقيها كده بتتعمل منِّك يمين وشمال كده في الطاسة، ما بتاخدش معاكِ كلّها لون واحد، إنّما لمّا بتكون كمية كبيرة كده بتبقى مزنّقة في بعضها وتعرفي تقلّبي فيها وبتتقلّب معاكِ في جميع الاتجاهات حلو جدًا. لو وصلتِ معايا لحد هنا كده في الفيديو اوعي بقى ما تستخسري فيّا اللايك، حُطّي لي كده لايك وكومنت حلو زيِّك وقولوا لي بتتابعوني من أي بلد. هابدأ بقى كده إن أنا خلاص أبدأ بقى إن أنا أدّيها اللون بقى اللي أنا عايزاه، كل ما بتدّيها كده لون أحمر حلو بتخلّيها كده crispy وخفيفة كده معاكِ، شايفين بالشكل والجمال ده. في أسهل من كده بكوبايتين دقيق وبتطلعي لهم بقى. أنا عايزة أقول لكم بقى الناس اللي بتحب إن هي تحطها في الشربات، أنا ما باحبش الشربات بصراحة، بس لو أنتِ عايزة تعملي لها شربات الشربات بتاعها بيكون عبارة عن كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونُص من المَيّة وعصرة ليمونة، وبيغلوا بس 7 دقايق، بعد الغليان تطفّي عليهم، وبيكون بارد تمامًا، يعني تسيبيه يبرد تمامًا وبعد كده تطلّعيها تحطّها فيه في الشربات، بس المهم إن هو يكون بارد. بس أنا بصراحة كده باحط عليها كده صوص كراميل واحط عليها سكر بودرة وشوية كده، عارفين الكيس ده الكراميل ده بتاع الكريم كراميل بيبقى حلو برضه، شوية سكر بودرة كده وحُطّي بقى كده فيها خلة سنان وقدّميها كده في الأطباق، وعايزة أقول لِك أحلى لو ممكن تاكليها قدّميها بقى كده في رمضان، احفظوا الوصفة برضه رمضان تبقى حلوة جدًا مع بلح الشام، إن شاء الله لو أنتم محتاجين وصفات تانية لرمضان اكتبوا لي في الكومنتات وأنا إن شاء الله أعملها لكم. وفيديو كده النهارده خلص، باحبكم في الله واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد.